كريستيانو رونالدو، مايكل جوردن، ستيف جوبز، بيل جيتس، ايلون ماسك، كل دول ناس حرفيا هما توب في مجالهم، ناس ناجحين. اكيد في عناصر مشتركه وهم الحقيقه عنصرين واهم عنصرين، من غيرهم ما تفكرش انك تنجح في اي حاجه. ايه هم العنصرين دول؟ فكرة الفيديو دي جات لي لما أحمد أبو زيد نزل على قناته على اليوتيوب إزاي تجيب أول دولار من الإنترنت. وكان لما اتفرجت على الفيديو كان هو ومجموعة من الفريلانسرز أو اليوتيوبر كانوا بيتكلموا عن أول دولار ليهم والمدة اللي خدوها والفلوس كانت قد إيه. وفي يوتيوبرز حرفيا خدوا بالسنين عشان يوصلوا لأول دولار. فالموضوع محتاج صبر كبير، بس في أهم صفتين هو حرفيًا عمل عليهم highlight أو وضّحهم بشكل perfect جدًا في الفيديو، وهم يندرجوا تحت كلمة أو تحت مصطلح واحد هو لخّصه بشكل مميز جدًا الصراحة. الصفتين دول هم الاستمرارية والانضباط. سمعت أنت فيديوهات كتير عن الاستمرارية والانضباط والسعي وخلّيك كمّل وعافر وكلام التنمية البشرية ده كلّه، بس أنا مش جاي أقول لك تنمية بشرية. النهارده في حلقة دردشة مونتير هنشرح بشكل مبسّط كل جمعة، بتبقى موضوع مختلف عن المونتاج خالص، بتبقى اسمها دردشة مونتير. بنتكلم في الحلقة دي هنتكلم باختصار عن الانضباط والاستمرارية. أول حاجة بالانضباط والاستمرارية، أنت هيبقى عندك القدرة إن أنت حرفيًا تنجح في أي حاجة مهما كانت إيه هي، ما لكش دعوة بحالتك النفسية دلوقتي. أنت يجب أو أنت لازم تعمل الحاجة دي مهما كانت حالتك النفسية، وإنك تستمر. إن أنت تعمل النهارده تتطور ب1% أحسن ما تتطورش، يعني إن أنت تتطور ب10 20% من أدائك، أو شغال ب10 20% من أدائك أحسن من صفر. تتطور يعني شغال ب5% من أدائك أحسن من صفر. 60% ما فيش مشكلة، بس في انضباط، في سكة ورود أنا ماشي فيها، في استمرارية. هو لخصها ده كله في مصطلح المثابرة، أو بالمعنى المصري وأنا شايفها هي تنفع قوت جدا، التناحة. التناحة يعني النجاح بيحتاج التناحة، ماشية مع بعض شوية. فإن أنت حط دايما في دماغك أنت عايز تبقى ناجح لازم تبقى تناحة، وبس كده. لو الفيديو عجبك وأكيد عجبك اعمل لايك وسبسكرايب في القناة وشير، وأشوفك الفيديو الجاي. سلام.